هديت حياتهم عشان ترضي مين؟ هديت جناح الأصول عشان تروق دنيتك. بكرة العيال تقرصك وتكسر هيبتك وعزوتك. يا مساء الثبات في زمن المظاهر والترندات، اللي قلبه بالأصول عمراء ما يهزهوش لبس ولا ألوان. زمان قعدت مع أبويا في ساعة صفا وسألته: يا حاج، إيه سر البركة اللي في حياتك دي؟ بصلي وضحك ضحكة كلها طيبة وقال لي: يا ابني، أنا ما كنتش أقدر أرفع عيني في عين أبويا، ولما كنت أمشي جنبه ما ينفعش أسبقه بخطوة احتراما وتقديرا ليه. كنت بحاول أشيل تعبه فوق كتافي قبل ما يشتكي، وابوس ايده صبح وليل كأني بجدد عهدي مع ربنا. قال لي: اللي يخدم اهله وهو صغير يتخدم بعيون ولاده وهو كبير، وهو كله سلف في دي. تعال بص بقى اللي بنشوفه النهارده على الشاشات، قلوب زي الحجر. واحد يرفع ايده على ابوه عشان عايز يورثه بالحياه، والتاني يطرد امه من شقتها وبيتها اللي اتربى وكبر فيه عشان يرضي مراته ويوسع لنفسه. بقينا بنشوف ناس بترمي البركة في دم مسلمين، واللي بيرمي امه في الشارع بشنطة هدومها وكأنها حمل تقيل عليه. يا ويله اللي يهين الأصل عشان خاطر الفرع. انتوا فاكرين ان الدنيا هتدوم؟ ده انتوا بتزرعوا شوك بكرة هيطلع في عيونكم من ولادكم. اللي يبيع اللي شالوه هو حتة لحمة حمرا، بكرة ولاده هتعمل له 100,000 مؤامرة. واللي يرمي الأصول في الشارع بكرة ترميه الأيام من غير نافع ولا شافع. رميت البركة بشنطة هدومها عشان ترضي الغريب، بكرة في سوق النسيان تتباع وملكش أهل ولا حبيب. إياك تنام مستور وفي قهر غيرك تعيش، بكرة الزمن هيدور وتصبح في عينه مفيش. فضلا وليس أمرا، دعوة حلوة من قلبكم لأبويا والأموات المسلمين أجمعين بالرحمة والمغفرة. واللهم اجعلنا من البارين بأهلنا أحياء وأمواتا. بوسوا إيد أهاليكم، ده الكنز اللي مستنيكم. خلاصة الكلام يا حبيب الحب، اللي يبخل بوقته ولقمته على اللي كبروه بكرة ولاده من نفس الكاس هيسقوه. يا بايع لحمك عشان تفضي في بيتك مكان، ما يعرفش عقلك انك بتحفر قبرك من الآن. وصول الحكاية خلصت، بس روحها دايما معانا في بيجامة أبوك. اكتبوا لي في التعليقات امتى آخر مرة قعدت مع أبوك في ساعة صفا واستفدت منه ايه في القعدة دي. استنوني في بيجامة أبوك. يا بيجامة أبويا، يا بيجامة أبويا، ريحة زمان في كل خيط تجمعنا وحكايات بتاعي فيها الدفا وكل الأسرار، والضحكة بتروي المشوار.